أنا سعاد عندي 43 سنة. هحكي لكم قصتي اللي حصلت مع جوز بنتي اللي كان جعان، ولما شاف البطيخة بتاعتي وبنتي كانت في شقتها وهو كان عندي في البيت كان في زيارة، وأول ما شاف البطيخة بتاعتي هجم عليها وفضل ياكل فيها لغاية ما قال لي أنا خلاص شبعت وما كانش قادر ياكل تاني. قمت أنا قايلة خلاص أنا هسيبك الليلة دي وتجيلي بكرة تكمل أكل في البطيخ، يا إما لو ما جيتش أنا هقول لبنتي وافضحك. قال لي خلاص أنا هجيلك بكرة ومش هسيبك ولا يوم. قمت أنا قايلة ماشي. طبعا القصة وما فيها يا جماعة قصة مؤلمة قوي، يعني أنا أم برضو، ومهما كان جوز بنتي ده كان عاوز يطلقها، فعشان خاطر طبعا إن هي ما بتدلهوش حقوقه الشرعية، وهو راجل برضو عنده غريزة، فكان لازم يطلقها عشان يتجوز غيرها. فأنا عشان أمنع طلاق بنتي إن أنا أدي حقوقه الشرعية دي وبنتي تعيش سعيدة مع جوزها، وده اللي حصل بيني وبينه واللي هنحكي لكم قصته النهاردة. أنا سعاد عندي 43 سنة، سارة بنتي عندها 25 سنة، ومحمد جوزها عنده 27 سنة. طبعا أنا هحكي لكم القصة دي عشان خاطر تفهموها، أنا بس كده اديت لكم محتوى القصة، بس عشان تفهموا القصة لازم تستنوا للآخر، وأنا هحكي لكم اللي حصل بيني وبين جوز بنتي. أنا سعاد، أنا عندي 43 سنة، جوزي متوفي بقاله 4 سنين، يعني معنى كده إننا أرملة، ومعيش إلا بنت واحدة اسمها سارة عندها 25 سنة. وطبعا عشان خاطر إننا محرمهاش من أي حاجة اديت ليها كل حاجة، وأي حاجة كانت بتتمناها كنت مدلعاها آخر دلع، لغاية ما جه في يوم من الأيام لقيت ناس داخلة عليا كتير بتخبط على الباب. في إيه يا جماعة في إيه؟ قالولي بنتك سارة خبطتها عربية على الطريق. طبعا طلعت جري على المستشفى، وطلعت عندها مالك يا سارة؟ قالت لي أنا كويسة يا ماما. فالدكتور قال لي عايزك، فطلعت للدكتور بره، قلت له في إيه يا دكتور؟ هي سارة مالها؟ قال لي بصراحة كده سارة في الخبطة بتاعتها أثرت على دماغها، وسارة مفيش حاجة خطر عليها، بس ساعات كده هيجي ليها زي دور عصبية، هتكون عصبية وتتشنج، وهتبقى عصبية معاكم قوي في الكلام ومش هتقدر تقاوم، يعني لما تلاقوها عصبية كده سيبوها لحد ما تهدى لوحدها، ودي فترة مؤقتة لغاية ما التعب ده يروح من عندها. بصراحة أنا زعلت قوي من اللي حصل لبنتي سارة الحادثة دي، وبعدها أخدت سارة ورحنا على الباب. سارة راحت الكلية بتاعتها عادي ومفيش أي مشكلة، وجت في يوم من الأيام سارة اتعرفت على واحد اسمه محمد في الكلية بتاعتها، وطبعا سارة بعد ما خلصت كليتها اتقدم محمد لسارة. فأنا أخدت محمد وقلت له يا محمد، سارة عندها مشكلة 1 و2 وبتتعصب وعندها تعب، لو ما كنتش هتقدر تستحملها على تعبها ده ما ينفعش تاخدها ولا تتجوزها، لغاية ما تخف يا ابن الحلال وابقى تعالى اتجوزها. قال لي يا أمي أنا مش هقدر إن أنا أسيب سارة، أنا بحب سارة وعايزها، وبعدين سارة قالت لي على التعب اللي عندها، فقلت له خلاص اللي انت عايزه اعمله. وبالفعل تمت الجوازة بتاعت بنتي على محمد، ويوم الفرح ده أنا كنت سعيدة قوي، كنت مبسوطة قوي يوم الفرح ده. ولما روحت البيت قعدت أفكر وأفكر وأقول يا رب يا رب يسعدهم، وقعدت أدعي لهم، وقعدت أدعي لسارة بنتي ما تعكننش على جوزها. وفجأة لقيت التليفون بيرن، حطيت إيدي على قلبي، رحت عند التليفون ومسكت التليفون. قال لي أيوة يا ماما أنا محمد، سارة تعبانة قوي وصوتها عالي ومتعصبة. قلت له يا ابن الحلال سيبها بس هي تهدى لوحدها وما تجيش جنبها. المهم سارة قعدت يوم وقعدت 2 و3، قمت رايحة لهم أسأل محمد إيه يا محمد الدنيا عاملة إيه؟ قال لي يا ماما لغاية دلوقتي مفيش أي حاجة، كل ما قرب من بنتك تتعصب وتزعل، ما أنا قلتلك إن هي عندها تعب وبتتعصب. قال لي بس هي هتفضل كده على طول؟ قلت له لأ هي مش هتفضل كده على طول، هي فترة مؤقتة بس، وعلى العموم الواحدة بتحب السياسة وبتحب الهدوء. وأخدت بعضي وروحت. عدى شهر و2 لقيت محمد جاي للبيت ومتعصب قوي، فقلت له مالك يا محمد؟ سارة فيها حاجة؟ سارة تعبانة؟ قال لي لأ يا ماما، بس أنا اللي تعبان وأنا اللي قرفان. قلت له بس اهدى يا محمد، مفيش حاجة تستدعي الزعل والكلام ده كله.
بصراحة قال لي يعني بقالي شهرين وأنا برضو أبويا كل يوم يسألني ويقول لي عملت إيه مع مراتك؟ أقول له يا بابا كل حاجة تمام. إيه بس يا ماما؟ أنا مفيش حاجة عملتها مع بنتك خالص. المفروض ليا حقوق شرعية، المفروض إن أنا عايز حاجات من اللي الأزواج بتعملها. قمت قايل بس اهدى يا محمد وكل حاجة محلولة، وعلى العموم أنا هاخدها واكشف عليها. وبالفعل تاني يوم أخدت سارة بنتي ورحت عند الدكتور وقلت له يا دكتور دلوقتي سارة اتجوزت والحالة زي ما هي، مفيش أي تقدم. قال لي بس كده هنعمل الإشاعات. الدكتور عمل الإشاعات عادي، وبعد ما الدكتور عمل الإشاعات قال يا جماعة ده الحالة فيه تقدم ومفيش أي مشكلة تستدعي إن احنا نزعل من بعض للدرجات دي، يعني مفيش مشاكل. قلت له تمام يا دكتور. سمعت يا محمد؟ قال لي سمعت. فالدكتور كلم محمد وقال له يا محمد طول بالك وهدي، الأمور بسيطة. فطبعا أخدنا بعضنا وروحنا للبيت بتاعنا، وبعد ما روحنا البيت بتاعنا قعدنا شهرين كده، لقيت محمد جايلي ووشه زعلان ونفس زعله. قال لي بصراحة أنا مش قادر أستحمل اللي بتعمله معايا ده، أنا مهما كان واحد وعندي متطلبات. أنا بقيت بخش الحمام أعمل العادة اللي كنت بعملها قبل ما أتجوز، وبنتك معايا كل ما أقرب منها تزعق. من الآخر كده بقى يا ماما أنا هطلق بنتك. الخبر ده نزل على قلبي كأن في حاجة كبيرة قوي جت في قلبي كده. قلت له بس يا محمد مفيش حاجة تخليه، انت بس عايز ايه؟ قال لي أنا عايز حقوقي، أنا عايز أعمل زي ما الناس بتعمل مع مراتات. قلت له بس اهدى كده بس. رحت عملت له كوباية ليمون لغاية ما هدي وقعد يضحك تاني وبدأ يتكلم. قلت له طيب انت دلوقتي طلباتك ايه؟ قال لي أنا ماليش طلبات، أنا طلباتي إن أنا عايز أعمل زي ما الراجل بيعمل مع مراته. فقلت له بس كده؟ قال لي بس كده، وبنتك أشيلها فوق راسي. أنا بحب بنتك وبعشقها، سارة دي أنا بحبها من وأنا عندي 16 سنة، يعني أنا مش عارف أعيش إزاي من غير بنتك. فلقيت كده في عيون محمد لمعة حب لبنتي. فقلت له طيب لو خليتك تمسك البطيخة وتاكل فيها هتطلق بنتي؟ قام قايل لي عمري في حياتي ما هفكر إن أنا أطلق بنتك. أول حاجة إن أنا أكون بقضي احتياجاتي معاكي، تاني حاجة إن بنتك اللي بحبها تفضل معايا وعمري ما أطلقها، بس لو فكرت إنك تحرمني منها هطلقها. قمت قايلة لأ، البطيخة قدامك والرمار قدامك، فتعالي كل اللي انت عايزاه، كل أي فاكهة انت عايزها كلها. وقام هاجم على البطيخة، كان جعان قوي، هاجم على البطيخة وبدأ يعمل حاجات كده أنا ما كنتش متخيلة إن محمد هو اللي يعمل الحاجات دي كلها. ده لو كان عملها مع بنتي الصغيرة كان موتها. الحمد لله إن هو ما عملهاش معايا وعملها معايا. وبصراحة بعد ما قمت كده قال لي بصراحة يا ماما بطيخك بطيخ جميل قوي، أنا شبعت منه وملى التلاجة بتاعتي كلها. وفضل ياكل في الرمان. بعد ما أخلص قلت له كفاية بقى. قال لي لأ يا ماما، ده أنا جعت تاني، أنا عايز البطيخة تاني. عمل في البطيخة مرة واتنين لغاية ما هدي خالص. فقلت له إيه رأيك بقى، هتطلق بنتي؟ قال لي لأ طبعا يا ماما، أنا عمري في حياتي ما هطلق بنتك، بنتك طبعا عصبية وما بتديلهوش حقوقه، وأنا ست محرومة فأنا عوضت. فقال لي بنتك دي مراتي وانتي حبيبتي. وفضلنا اليوم ده يا جماعة فضلنا ناكل في البطيخ مع بعض ونعمل الحاجات دي لغاية دلوقتي. يجي ياكل البطيخ والرمان ويروح عند بنتي يحبها. كل ده أنا عملته عشان خاطر بنتي ما تتطلقش والناس يقولولي ما بنتك اللي متطلقة. وكمان أنا واحدة برضو ليا احتياجات، والواد محمد ده طلع واد جامد قوي، والحاجات اللي كان بيعملها معايا ما كانش جوزي بيعملها معايا خالص. وبصراحة كده أنا مبسوطة في حياتي. إحنا أسرة معاها فلوس ومعانا كل حاجة، معانا العلاقات ومعانا الفلوس ومعانا كل حاجة، وكمان إحنا عايشين في دولة كلها فلوس، يعني إحنا مش محتاجين حاجة أصلاً. مش عارفة أقول لكم إيه، بس هل اللي أنا عملته ده عشان خاطر أحافظ على بنتي غلط ولا صح؟ يا ريت تكتبولي في التعليقات. هل اللي أنا عملته ده عشان خاطر بنتي ده غلط عشان ما تتطلقش؟ يا ريت تكون التعليقات باحترام، ولو ما عندكوش كلمة حلوة ما تقولوهاش، كفاية إنك تعمل لايك على الفيديو. أنا عرفت ردك على الفيديو،
وبكده نكون وصلنا لقصة النهاردة مع جوز بنتي، واللي حبيت أحكيها لكم.